وبيبدأ الفيلم مع بنت عمرها 17 سنة عم تحكي لنا انه هي مصابة بالبواسير وبتحب تدخل على الحمامات العمومية الوسخة والمعفنة وبتحط الدواء الخاص بالبواسير وبتعلمنا على الطريقة. وبيكون اسم البنت هيلين. ومنلاحظ انه الحمام مليان جراثيم وبيرجع الزمن لورا وبتحكي لنا هيلين عن امها انه كانت تخليها تنظف الحمامات اكتر من اي شي تاني بحجة انه البتاع الخاص بالسيدات ممكن ياخد جراثيم اكتر من الرجال. اللي فهم شو يعني البتاع الخاص بالسيدات يكبس لايك. المهم منشوف انه هاي البنت بتكره امها كتير، لهيك بس كبرت كانت دائما تستخدم الحمامات الوسخة. ولما منشوف هيلين بمكان عالي عم تلعب وبتيجي امها لعندها وبتحكي لها اقفزي وانا رح امسكك، وبتفرح البنت وبتقفز، بس امها تبعد عنها فجأة وبتوقع هيلين على الارض، واما بتخبرها انه هاد درس لإلك وتعلمي لا توثقي بحدا حتى ابوك وامك. ومنشوف هيلين كبرت وهي معقدة نفسيا بسبب ترباية أبوها وأمها، وبتصير تستمتع تعرض حالها للوسخ والجراثيم، يعني بتدخل وبتدور على أوسخ الحمامات وبتمسح البتاع الخاص فيها بشكل دائري على كرسي الحمام لحتى تاخد أكبر نسبة من الجراثيم والوسخ. وانه عندها بتاع صحي 100%، مع انه نادرا ما كانت تغسله. كل ما كان الحمام قذر كانت تستمتع اكتر. وبتكتشف هيلين انه هي ما مرضت ولا مرة، وبس تغسله بتروح الرائحة الجاذبة. ويا حذركن ليش ما بتغسله؟ قال لانه هي تعتقد انه الرائحة الطبيعية اللي بتصدر منه بتجذب الرجال. شكلها عم تحضر ناشونال جيوغرافيك، بس بالفعل بتفرجينا كيف جذبت هذا الشاب بالرائحة تبعها وبتاخده على الشط وبيعملوا كذا مزة. فهمتوا علي صح؟ وبتصير تخبرنا انه الريحة تبعها مثل زيت الزيتون مع الجبنة، وكلام قلة ادب ما بينفع اخبركن اياه. ومنشوفها عم تصوروا وهن بالعلاقة، وبعدها بتروح على البيت وبتجيب كمية من الخضار والفواكه وبتحطهم بحوض الاستحمام وبتتحمم وهي عم تعمل كذا مزة مع حالها كمان. وبعدها بتعرفنا على امها والبوي فريند تبع امها كمان، لان امها وابوها انفصلوا عن بعض. وكمان بنعرف انه عندها هواية تانية غير الكزمزة، وهي انه بتحب تزرع شجر وتلعب بالبذور. ومنشوف انه امها جربت كل الاديان بعد ما انفصلت عن زوجها، اسلام، يهود، بوذيين، مسيحيين، واخر شي اختارت اصعب دين فيهم وهو الدين الكاثوليكي. وبعدين منشوف جارة جديدة اسمها كورينا انتقلت لجنبهم، ومنشوف بعاداتهم انهم لازم يسلموا على الجيران الجداد ويتعرفوا عليهم. بس هيلين بتعاملها بشكل سيء كتير، بس اما بتكون لطيفة معها، بس هيلين بتضل تحاول تزعجها وبتحكي لها انه اما اكيد رح تتعرف على بوي فريند جديد تنام معه، اكيد رح نمشي من هون بعد فترة، لهيك لا تحاولي تتعرفي علينا ونعمل تربية والله. بس بعدين بنتفاجأ انه هيلين وكورينا صاروا صحاب كتير، لان اصلا صحاب هيلين كلهم غريبين عجيبين، لهيك مو بعيدة تصاحب كورينا كمان. وبنتعرف على كورينا وعلى مجموعة من اصحابها وبيكونوا فرقة موسيقية وبتكون عم تعمل كذا مزة مع الدرامر الطبال يعني. وكان عنده طلبات غريبة كتير خلال الكذا مزة ما فيني احكي لكم اياها، بس الاغرب من هيك انه كورينا كانت عم بتنفذ طلباته بكل حب ومستمتعة على الاخر وما كان عندها اي مشكلة. شكلها هي كمان منحرفة. بنستنتج انه هالفيلم جمع كل الناس المنحرفين ونحن عم نتفرج، ما علينا. بنشوف انه هذا الشخص بالرغم من انه كورينا عملت له كل اللي بده اياه بالكذا مزة، بس بيفضحها بين اصحابه وبيخبرهم شو عملت له كورينا. لهيك تاني يوم الكل بيتغامزوا وبيتمسخروا عليها والكل بيبعد عنها. بعدها بنرجع لهيلين ومنشوفها رايحة لعند ابوها وبتشوفه عم يعمل كذا مزة مع وحدة ونسيان الدنيا، وتارك الاكل على النار لحد ما يحترق، وبس يشوفها بخبرها كيف دخلتي من غير ما ترني جرس الباب. وبنعرف انه ابوها سيء معها ودائما بيجرحها. شو هالاهل هدول، طبيعي البنت تطلع معقدة. المهم مثل كل ولد بحب يصالح ابوه وامه، بتصير هيلين تحكي مع امها وبتخبرها انك عم تكبري، وكمان بتحكي مع ابوها بتخبره انه لازم ترجع لامي وتعتنوا ببعض، بس امها وابوها بيرفضوا العودة لبعض. وتاني يوم بتدخل هيلين لتتحمم، وكمان بنشوفها عم تحلق البتاع الخاص بالنساء، بس بتجرح حالها بطريقة مؤلمة جدا. ومثل ما خبرتكن انه هيلين معها بواسير، يعني صار فيكن تتخيلوا شو صار فيها والألم اللي هي حسته والدم اللي كان عم بيسيل منها بشكل متواصل، لدرجة انه لما بتروح على المدرسة زميلاتها بينتبهوا لرجليها وبيفكروا الدورة الشهرية جايتها وبصيروا يضحكوا عليها. بس هيلين
بتكون ما عاد فيها تستحمل كل هالألم، لهيك بتروح على المشفى وبيجي لعند الدكتور وبيكون معه طلابه عم يدربهم، وبصيروا كلهم يتفرجوا عليها لأنه البواسير اللي معها كبيرة مثل حبة الخوخ. وبيخبرها الدكتور انها محتاجة عملية، وبصير يتناقش مع طلابه عن العملية وبيخبروها انه بعد اسبوع العملية. وقبل العملية بتروح تشتغل بالمعمل، بس المفاجأة انه زميلها بيعرف انه رح تعمل عملية بواسير، فبيعرض عليها انه يعمل لها حلاقة للبتاع الخاص فيها وبيعطيها رقمه. ايه الفيلم المنحرف ده؟ والغريب انه هي بتفرح كتير وبتركض لعنده على البيت وبيعمل لها حلاقة للبتاع ولكل الجسم كمان، وبيكون شكله مضحك جدا بالضوء اللي على راسه كأنه عم يحفر نفق. وهيلين بنص الجلسة تعرض عليه يعمل معها كذا مزة، بس هو بيرفض، لهيك بتزعل هيلين وبتغادر. وتاني يوم بيجي موعد العملية وبتروح هيلين على المشفى، وبيدخل لعنده ممرض اسمه مات لحتى يفحصها ويتأكد إذا فيها تعمل العملية، وبيطلب منها تشلح أواعيها كلهم وتصير بلا ملابس تماما وتلبس القميص الخاص بالعمليات، وهيلين بتشلح عادي. وبيعجبها الممرض كمان بنت اللذينة، ومنشوف الممرض عم ياخدها على غرفة العمليات وهيلين عم تكتب أحلامها وأهدافها بس تخلص العملية. وهيلين بيعجبها شكل الممرض كتير وبتصير تغريه وتحكي معه أشياء قليلة الأدب ما بينفع أحكي لكم إياها. بس وهي بالأسانسير بتدخل ممرضة وبتكون حبيبة الممرض وبتسمعهم وهي عم تحكي له اشياء عيب خاصة بالبتاع تبعها، وبتنزعج الممرضة من حبيبها وبتغادر. بس هيلين بتكيف على الآخر، وبالعملية بتخبر الممرض انه اهله ماتوا يا حرام، والممرض بيتفاجأ. بس هيلين بتخبره اطلع بعيوني، مستحيل هالعيون تكون عم تكذب. وبيضحكوا لبعض وبتفوت هيلين على العملية، بس بترجع تكتب له رقم ابوها وامها وبتطلب منه يتصل مع اهلها ويخليهم يجوا بنفس الوقت، شكلها حابة تراضيهم مع بعض. وهون بينتقل المشهد لذكريات هيلين وبتحكي لنا عن طفولتها وعن اهمال امها وابوها، وكل ما كانت تحاول تتقرب منهم كانوا يبعدوا عنها اكتر. وكبرت هيلين وهي بتكره اهلها بسبب معاملتهم معها، بس بالرغم من اهمال اهلها فهي محظوظة لانه تعرفت على كورينا، وكان لهيلين الفضل انه هي علمت كورينا كيف تعمل كذا مزة مع حالها وتشم ايديها بعد الموضوع. فهمتوا علي صح؟ وهي كمان السبب انه عرفت كورينا على مايكل وصاروا يحبوا بعض، ومايكل وكورينا صار بينهم قصة حب عنيفة. وبيكون مايكل تاجر اعشاب اللي بالي بالكم، وبتكون العلاقة بين كورينا وهيلين مجنونة على الاخر، وبيعملوا كذا مزة مع بعض مرات عديدة، وعندهم ميول عدم النظافة مثل بعض لدرجة بياكلوا البطيخ بالحمام، وبنص الكذا مزة وشغلات تاني ما فيني اشرح، تخيلوها انتو وخلوني ساكت احسن. وبعدها بنشوف هيلين بالمشفى وصحيت من العملية وبتطلب من الممرض يتصل بابوها وامها، والممرض بيعطيها اوعية بس بيكون الاندروير مليان شغلات خاصة بالكذا مزة. وبالليل بتكون هيلين لحالها والممرضة بتجيب لها اكل وبتخبرها انه ديري بالك دخول الحمام بعد عملية البواسير صعب كتير. وتاني يوم الصبح تصحى هيلين وبيكون التخت مبلول والمشهد كله قرف والبنت معبية حالها بالفضلات، لهيك بتروح تتحمم فورا مع انه لسه مو قادرة تمشي بعد العملية، بس بتكون خايفة يشم الريحة الممرض اللي حطت عينها عليه. وبس تخلص تنظيف وترتيب التخت بترسل وراه ليساعدها بتغيير أوعية. بس الغريب كمان بتشلح امام الممرض والدنيا اخر رواق ولا كأنه في انثى بلا ملابس، بس يلا خليني ساكت احسن. والغريب انه بتطلب من الممرض يصور له مكان جرح العملية والممرض بيرفض، بس هيلين بتخبره بس تصور راح بتشوف الخلفية وشغلات تانية لانه جرح عملية البواسير بالمنطقة الناعمة، فالممرض بيوافق فورا وبيصور ونحن بنتفرج كمان. بعد الدكتور بيدخل وبيخبرها انه كل شي تمام والعملية نجحت، وهيلين بترد عليه انه ايه العملية نجحت بس شو مشان سلس البول الجرح اللي عملت لي اياه، وبتفرجيه على الصورة وبينصدم الدكتور وبيخبرها هاي الاعراض عادي. وبعدها توصل امها وبتكون لسه مو عارفة شو اللي صاير مع بنتها وبتطمن عليها وبيحكوا شوي مع بعض. وهيلين بتكون زعلانة لانه ما اجت وقت العملية، بس امها بتعتذر وبتعطيها اغراضها الشخصية المفضلة، نظارات السباحة والبذور اللي بتحب تلعب فيهم وتزرعهم، وبتغادر الام. ومنشوف هيلين عم تلعب بالبزرة وتراقب الممرض والممرضة من الشباك، ونيران الغيرة مشتعلة
وهيلين بتحس بالشهوة الفيزيولوجية الخاصة بالكذا مزة، فبتنام على التخت وبتتخيل الممرض عم يعمل معها كذا مزة، ونحن بنشوف المشهد كامل ولا كأنه خيال. بعدها بيجي لعند ابوها لحتى يطمن عليها، وهيلين تطلب منه يقرا لها مجلة، ولما يخلص بيكون بده يمشي بس بيلتقي مع ام هيلين على الباب وبيطلعوا ببعض، ومنشوف نظرات الحب والحنان رجعت من جديد، وبيقرروا يرجعوا يجددوا علاقتهم. وهيلين بتفرح كتير يا حرام بس تشوفهم هيك، لان حاولت كتير من قبل تصالحهم وما مشي الحال. وبعدها بيدخل لعنده الممرض مات اللي كان عم بيصور مكان العملية، وبيكون متوتر كتير وبيخبرها انه خايف حدا يعرف انه هو اللي صورها وراح تصير معه مشكلة كبيرة. بس هيلين بترد عليه وبتطمنه وبتصير تغريه وتتقرب منه، والممرض بيضعف يا حرام وبيعملوا كذا مزة. بس بنص الكذا مزة تدخل حبيبة الممرض وبتنصدم وبتطالع الممرض لبرا، وبتهدد هيلين تبعد عن حبيبها. بس هيلين بيعجبوها رموشها كتير وبتعجب فيها لدرجة اول ما تطلع من المشفى بتمر بالصدفة من جنب بيت دعارة، وبتخطر على بالها فكرة منحرفة، وهي انه حابة تجرب الكذا مزة بس هالمرة مع بنت. وبالفعل بتدخل بدون تردد وبتختار بنت، وانتو بتعرفوا الباقي شو بصير. ثاني يوم بتروح هيلين لعند كورينا، ومنشوفهم كيف عم بيقضوا وقت ممتع مع بعض ويعملوا كذا مزة وعم يتحمموا سوا، ايه مثل ما عم خبركم. وبعد الحمام بتشوف كورينا انه حبيبها مايكل نسي الاعشاب اللي بالي بالكم، وكان مخبيها بعلبة كولا مزيفة، بس خربط واخذ علبة كولا اصلية. وهون كورينا وهيلين بيفتحوا العلبة المزيفة وبيستعملوا كل الاعشاب، وبيضلون كل الليل اخر رواق وتجوال بالشوارع وعايشين حياتهم وخلصوا كل الاعشاب. وبنفس الوقت بيكون مايكل حبيب كورينا اخذ علبة الكولا المزيفة وراح فيها لعند العصابة، وبس يكتشفوا انه العلبة مزيفة بيضربوه كتير. هو عم ياكل ضرب وهيلين وكورينا اخر رواق، لدرجة انه هيلين بتلتهب مع البواسير وبياخدوه اسعاف على المشفى. ومنشوف امها اجت لعندها لتطمن عليها، وبتشوف خلفيتها مكشفة وبتغطيها وبتخبرها انه هالشي عيب، وكأنه يعني هيلين فارق معها. وبترجع بتكشف حالها وبتحكي انه هي مشوبة والدنيا حر. وتاني يوم تطلب اكل، وبيجي الممرض مات وبيجيب لها الاكل، وبتطلب منه يجي ياكل معها. بس وهن عم ياكلوا سوا بتصير تحكي له قصص خيالية مقرفة جدا خاصة بالبتاع والكذا مزة، ما بينفع احكي لكم اياها نهائيا. وتاني يوم تطلع هيلين من المشفى وبتشوف كورينا اللي بتخبرها انه هي حامل من مايكل. بس هيلين بتزعل وبتخبرها كيف بدك تتجوزي وتتركيني يا خاينة العشرة، وبتصرخ على كورينا اللي بتحمل حالها وبتفل. وهيلين لانه صرخت كتير بتلتهب البواسير وبتروح على المشفى. ومنشوف هيلين بالمشفى عم يجيها كوابيس كتير عن حياتها لما كانت صغيرة، بس بتكون مو عارفة إذا هالشي خيال أو صاير عن جد، وكل أحلامها بتكون عن مشاكل أبوها وأمها. وبعد فترة أبو هيلين بجيب لها مخدة بالون خاص بمرضى البواسير لحتى تقعد عليها، بس للأسف بخبرها انه هو وامه تزعلوا وتركوا بعض. وهون هيلين بتزعل وبتصير تبكي، وبيدخل الدكتور وبيشوف المخدة وبيخبرها انه هذا النوع من العمليات ما فيك تقعدي فيه على مخدة بالون، وبيخبرها انه هي تحسنت وصار فيها تغادر المشفى، بس هي بترفض. بس الدكتور بيأكد انه تغادر بكرة لانه الجرح بطل ينزف. وبس يغادر الدكتور وكرمال تضل بالمشفى تعمل شغلة خطيرة كتير ومؤلمة، وهي شايفين حديدة التخت هاي هيلين بتقعد عليها بمشهد محزن جدا، وجرحها بينفتح وبتنزل كمية دم رهيبة، وكانت رح تفقد الوعي لولا انه الدكتور لحقها على اخر لحظة. وبيدخلوها على العمليات لحتى يسكروا لها مكان الجرح ويعوضوا الدم اللي خسرته. ومنشوف انه هيلين طول الوقت موجودة بالمشفى، وكانت رافضة تطلع وبتضل تعمل قصص لحتى تضل بالمشفى، وكمان لان حبت الممرض اللي بتضل تعمل معه كذا مزة كل شوي. بس منشوف انه بعد ما مضت فترة طويلة ما عاد إلها حجة، صار لازم تطلع. بس كانت لأول مرة بحياتها بتحس بهذا الاهتمام، لأن طول حياتها بتعاني من إهمال أبوها وأمها وتربيتهم السيئة.
المفاجأة، بس خلص تستسلم وبتقرر انه تطلع من المشفى، وبما انها حبت الممرض بتروح تدور عليه قبل ما تطلع، بس ما بيكون موجود بالمشفى. وبتسأل الريسبشن وحبيبة الممرض، بس كمان ما بتخبرها شي، وبالاخير تستسلم وبتطلع لبرا، وبتكون الدنيا مطر كتير. بس المفاجأة بيجي الممرض من وراها وبيفرح فيها كتير وبيحكي لها اخيرا طلعتي، وبتعترف له انه هي بتحبه كتير، وبيخبرها انه هو كمان بيحبها. وهون تطلب منه ياخدها لعنده على البيت، وبتركب معه بالسيارة وبتخبره انا بدي اسكن معك على طول. وبيمشوا بالسيارة تحت المطر، وبنت اللذينة بتطلع من الشباك وبتصرخ، معلنة بداية حياة جديدة مع حبيبها. وهيك بيخلص الفيلم. لا تنسى زر اللايك والاشتراك، واذا عجبك الفيلم وحبيت تدعمني وتدعم القناة، اليوتيوب نزلنا ميزة جديدة اسمها تشكرات، بتخليك تدعمني ويطلع تعليقك بشكل مميز جدا. كان معكم نوردان، يلا سلام يا احلى عيلة، منشوفكم بالفيديو الجاي.